كيبدا الفيلم مع هاد الساط اللي كنشوفوه معيط لشي واحد سميتو فرحان وكيقول له انه لقى القاتل. شويه كيدير حديث وكيتخبط ليه راسو مع الحيط وما عارفين واش مات ولا باقي حي. نمشيو لوسط المدينه وكنشوفوا القضيه زاهيه تماك وكنعرفوا انهم فرحانين حيت شي شرطي سميتو ديفا مات. شكون هاد الشرطي دابا تعرفوا. في الجهه المقابله كنشوفوا نائب المفوض فرحان كيهضر مع واحد الصحفي مكشكش عليه حيت نشر خبر موت زائف على الشرطي ديف. دابا كنظن عرفتوا ان اللي دار الحادث واللي كيشطحوا على قبل موتو في وسط المدينه هو ديف. نمشيو عند ديف اللي كنشوفوه في الكوما. دازت شي ايامات وديف واخيرا فاق من الغيبوبه. كنشوفوا فرحان معاه وكيقول ليه الحمد لله على السلامه ودابا قول لي شكون القاتل. ديف كيشوف فيه وكيقول له اش من قاتل وشكون انت. هنا فرحان كحل بالعمى وعرف ان ديف فقد الذاكره من بعد داك الحادث. رجعوا فلاش باك قبل الحادث وكنشوفوا ديف مبلبلها في العرس ديال فرحان. وبغيت نسمعكم صراحه المزيكا ولكن الكوبيرايت الدراري ما خلى لا علوه رقاده شرقي ترى شطح بجميع اللغات. كنعرفوا ان مرت فرحان هي خد ديف والفرحه يعني فرحتين. والهنود ما يمكنش البطل ما يتلاقاش مع فتاه احلامه في هاد اللحظات. ديف تزعط في واحد خيتي اللي بواتها هو شرطي وكيخدم حتى هو مع ديف. نمشيو دابا عند الطرف الثالث وهو راهول شرطي مرور اللي كنشوفوه داير واحد البراج وكيقلب على شي واحد. شويه كيوقفوا رجال واحد مترشح معروف خرج وما خلاوهمش يقلبوا الطوموبيل ديالو. راهول مشى لعنده وقال لي انه خاصنا نقلبوا الطوموبيل ديالك بزز منك. خونا طيح براهول وقال لي ان عندك حساب لك ان هاد الكسوه غادي تخلعنا وقيلا ما عرفنيش شكون انا. الا كنتي راجل جي للدار وقلبها. راهول من داك النوع اللي ما كيبغيش الصداع سلكها وشاف ديف ومشى لعنده. ركب في الموطور مع ديف ومشاو وبقاو شادين الهضره. راهول قال له انه تعرف على واحد البنت وغيتزوجها. ديف فرح ليه حتى كنشوفوا ديف وقف قدام الدار ديال المترشح. راهول قال له علاش وقفتي. ديف قال له راه شفت كل شيء معلم خاصهم يتادبوا هاد خوتنا وزيدون هو اللي قال لك جي للدار وقلب الطوموبيل فدخل دابا وجيب الساروت وعندك تعطل فرنسا لهاد الكارون بغيك تكون ساليتي. دخل راهول ولكن عطاوه ملخه ديال العصا وخرج. ديف شافو سخط وخو يدخل عندهم اقتحم الدار. شافوا واحد خونا من دوك خوتنا بغى يهجم على ديف. ديف قلبو شاف راهول قال له هذا. راهول قال له لا باقي لداخل. ديف دخل وما كاين غير ضرب طيح. توصل عند داك اللي ضرب راهول جوج كروشيات قمطو في داك القميص اللي لابس وداله عند بوه اللي كنشوفو كيشطح مع راسو في عيد ميلاد مراته. حتى كيوقف عليه ديف قال ليه اسمع اخونا اخر مره ما توقفش في شي براج دير هاد السيد وانت جبتي سوارت هكاك الله يرضي عليكم. في الصباح ديف جا عنده فرحان وقال ليه صافي هادشي اللي بغيتي هما الصحافه كتبوا علينا وشوهوا لينا سمعتنا. ديف ديريكت لمقر الصحافه مشى لعند اللي كتب المقال وشنق عليه وقال له انا مافيا لمك. شويه كتدخل بنت داك الشرطي اللي تلاقى بها ديف في العرس واللي كنعرفوا انها صحفيه. شافها هو يتزيزن قالت ليه هو ما دار والو انا اللي عطيته المقال ودابا خرج في حالك. ديف حتى لهنا وطفيتي له البطونه خرج وطلب السماحه من الفوق. نهار الاخر كنشوفوا ديف على الموطور. كنعرفوا من بعد ان الوحده اللي مسؤول عليها هو سبقوه للموقع ديال واحد المجرم. ديف يلا بغى يقول للمسؤول تماك تسناوني وهو يمشي الريزو. بوت داك الصحفيه هو المسؤول تماك طلب من جوج يدخلوا والبقيه يحميو ظهرهم. ديف وصل ومع فتحوا الباب كتسمع ديك بوم ديريكت للمستشفى وكنشوفوا بوت داك الصحفيه كامل محروق. كيعاود الفرحان اللي هو نائب مفوض ومسؤول عليهم كاملين على الحادث وكنعرفوا انهم كانوا تابعين واحد المجرم اللي سميتو برهبات ومن دابا الدراري غادي نبقاو نسميوه غير براب. نهار الاخر راهول وديف جالسين حتى كيوصل للراهول خبر انهم لقاو بلاصه براب. تم جمعوا الوقفه ومشاو لعنده وهما كيوجدوا ليه في الكمين. براب قشع الضرو اللي حاضينها منه وهو يتيري فيها وهرب. راهول اعلن على حاله الاستنفار وخرج هو وديف والبقيه باش يلقاو عليه القبض. السكان ديال المنطقه شافوهم ومع براب مصرف فيهم الخير ناضوا ضد الشرطه او كيرميو عليهم الكيسان السطوله كيضربوا من التالي مع البوليس. فالله يجعلني نطيح في الدرب ما طيشه غادي نردها بجوج دراهم. من بعد واحد المده عاد قدروا يوقفوهم. اما راهول كنشوفوه كيقلب على براب عاقبيه تخبى ليه هو يغفلو وضربو حتى بغى يصفيها ليه. ديف قدر يعتقو وقتل براب. عطى راهول السلاح ومع وصلوا بقيه الفرقه قال لهم ان براب كان باغي يقتلني ولكن بفضل راهول بقيت حي. نهار الاخر كنشوفوا راهول ديال الخطوبه وفرحان جالس مع ديف وقال له عارفك انك انت اللي قتلتي براب ولكن علاش خليتي راهول هو اللي يولي بطل. ديف قال له فاحنا بثلاثه كي الخوت كي انا كي هو كي انت مزيان نيت باش على الاقل باه يفتخر به. نهار الاخر كنشوفوا راهول طالع باش يسلم ويسم الشجاعه حيت اعتق ديف. شويه وهي كتجي قرطاسه القلب وكيطيح وكيموت. رجعوا للحاضر وكنشوفوا هادشي اللي قلناه كامل عاودوا فرحان لديف باش يفهموا شنو واقع. ووصلوا لدارهم وعطاه تليفون جديد ويو اس بي باش يفهم القضيه اللي كان خدام عليها. نخليو ديف يقرا ملف نتائج التحقيق وحنا نرجعوا نكملوا الفلاش باك. من بعد ما تيراو في راهول ديف مشى يجري عند كاميرامان وشاف من خلال الكاميرا ان واحد هابط كيجري من واحد المبنى اذا هو القناص. مشاو للمبنى ولكن ما لقاوش وما لقاو حتى دليل. في العشيه كنشوفوا ديف في دار راهول وقف جميع الباسبورات ديالهم وكيحقق معاهم من الفوق.
العشيه رجع لمكان الجريمه ولكن والو، حتى من المبنى لقاوه مرشوش بالفلفله، وهادشي اللي خلى الكلاب ديال التفتيش بلا فائده. غد كنشوفوه في المركز وعطاهم تصويرات قريبيه لداك خونا اللي شافوه هابط من المبنى، عطاهم التصويره وشكوا انه كان خدام مع براب، وباش يوصلوا ليه خاصهم يلقاو القبض على واحد خونا سميتو بانتي اللي كان خدام حتى هو مع براب، وغالبا هو اللي غادي يعرف شكون هذا اللي في التصويره. الصباح كنشوفوا بانتي ماشي بموطور ديالو حتى كيبان ليه ديف تبعو، بان ليه واحد الموطور ركب عليه وما كاين غير كسيري. وصل لبلاصه فين كيسكن وبانتي كنشوفوه تخبى في واحد الدار، كيف القاعده كاين شي واحد غادي يقربيه بطبيعه الحال لا، ولكن ديف في الاخير قدر يلقاه، خرجوا لبرا شنق عليه وسولوا على خونا اللي في التصويره، بغاش يقول له في الاول وزادت مرات وكملتها هبطات عند ديف، بقات كضرب فيه باش يطلق راجلها، قال لها يا غتسكتي يا غنطير لك الشقفه ديال راسك. عشرين وشافوا جاو يحاموا عليه، ولكن دخل الشرطي وقنع ديف باش يمشيو. وفي ديك الليله فرحان عيط لديف وقال لي انك بلبلتيها ديال بصح، وماشي حيت عطيتك الحريه في التحقيق دير هاد الحاله، واللي شكيتي فيه دخلوا للحبس. ديف هدنو وما قال لي غنتهنى حتى لقى الدليل. وفي نفس ديك الليله شفنا ديف بعد ما لقى الدليل المجهول عيط لفرحان وقال لي انه لقى القاتل، وقع اللي وقع. نرجعوا للوقت الحاضر وكنشوفوا فرحان دا ديف البلاصه ديال الحادث وعاود ليه داكشي اللي قلنا بالضبط، وقال لي اننا منين تفارقنا دازت 50 دقيقه بالضبط، وباش توصل لهنايا خاصك 30 دقيقه، اي انك مشيتي لشي بلاصه وجلستي 20 دقيقه وتماك لقيتي الدليل اللي خلاك تعرف شكون هو القاتل. نهار الاخر كنشوفوا ديف داخل المركز ولابس لبسه الشرطه ومحترم كل شيء وكيبان بروفيشنال، وحتى من المساعدين ديالو مفاجئين حيت ما عمرو لبس القميجه ديال البوليس وما عمرو اصلا احترمهم، وما عارفينش انه فاقد الذاكره حيت فرحان ما باغيهمش يعرفوا لسبب غيصدمكم. المهم بقى كل شويه كيحصل هنا ما عقلش على المخبر اللي عيطوا ليه، هنا ملي كانوا كيطاردوا واحد المجرم ما تيراش فيه ديف والشرطيه شكات فيه، حيت ديف اول حاجه كيدير هو يتيري واخا تكون غير مهمه قبض. مشيو دابا لعائله راهو اللي دايرين ذكرى المرحوم، راكم عارفين المسيحيين، هنا ديف وفرحان هما حاضرين. ديف ما قدرش يستحمل هو يخرج يشم الهواء، بعثوا خطيبه راهول قالت لي انه كتقدر انه ما كشف سرهم بجوج اللي وقع قبل الحادث. ديف تصدم وعرف انه ذاك الفارق الزمني بين الحادث ومنين كان عند فرحان كان عند خطيبه راهول، اذا ممكن يكون عندها الدليل باش يعرفوا القاتل. ما بينش ليها انه ما عقلش، ومنين كانوا خارجين جا خو راهول قال لي انت توقف الحسابات ديالنا ومن الفوق تحقق معانا. معاه بغى يشد في ديف وهو يشعل معاهم، هاك شد خو. ديف ما فهم والو كي دار ليها وطلب السماحه من فرحان، قال له فرحان نهار كبير هذا هو ديف اللي كنعرف. من بعد مشى لعند ريبيكا خطيبه راهول وباش ما يبينش ليها انه فقد الذاكره قال ليها ان السر اللي بيناتنا هاد التليفون قوليه في اوديو. ريبيكا ما بغاتش ولكن خدت التليفون وكيعرف ان السر عباره عن فيديو ديال راهول قبل ما يموت اللي كيلقى فيه الخطاب ديالو اللي كان غيقول في حفله الشرف، وكيشكر فيه الشرطه وكيعبر على الفرحه ديالو وكيعتز بالصداقه ديالو بديف وفرحان. كيقول ان اليوم غيدير الصداقه اللي بيناتهم فوق الخدمه ديالو، ان بنادم خاصو فرصه ثانيه للحياه. كيكشف على ان ديف هو اللي قتل المجرم براب وماشي هو، كيعيط له باش يستلم في بلاصتو الجائزه ديال الشجاعه. عقلوا مزيان على هذا البلان حيت اللي جاي غيفاجئكم. اما ريبيكا علاش ما بغاش تعطيه الفيديو، خافتو ليه يمشي يقول انه هو اللي قتل البراب ويحشم براهو. في العشيه كنشوفوا هاد خونا اللي خبير في الاسلحه وجابوه باش يعرف ليهم كي دار تقتل راهول، وباش من سلاح ومن اي بلاصه قدروا يعرفوا السلاح ودوه المبنى فين شاف ديف القناص هابط، ولكن قال لهم ان مستحيل القناص يقدر يطلق من هنايا النار، ان شي مشكل كاين. رجعوه لمسرح الجريمه وقال لهم ان هذاك المبنى اللي قدامنا هو احسن خيار ديال القناص. داوه لذاك المبنى وبالفعل طلع من تماك من تطلق النار، لكن كيفاش ديف شاف خونا هبط من تماك، زائد انه كان في وقت اطلاق النار شبكه في الشرجم اللي قدام السلاح، اذا ما يمكنش كيفاش القناص غيشوف من ورا الشبكه. حبيبنا في الاخر قدر يتوصل الحقيقه انه كان داير القناص مؤقت اطلاق النار، وكان عارف فين غيوقف راهول بالضبط، كان كيتحكم بالسلاح بجهاز تحكم عن بعد. ديف ما فهم والو، مشى للبلاصه اللي شاف منها القناص كيهبط، خدا نفس الكاميرا، طلب منه واحد يجري بحال القناص، ولكن المفاجاه ان الكاميرا ما بينات الصوره بوضوح. ديف قال لهم متاكدين ان هذه هي الكاميرا اللي شفت بها خونا؟ قال له الصحفي راه انا ما فهمت والو، كيفاش قدرتي تشوف بها هذاك النهار؟ بقات كتشهد القضيه الدراري. الشرطيه لاحظت ان ديف بحال ما عاقلش ولا طاريه ليه شي حاجه. المهم داروا عليه نقابه وقالوها المفوض واللي امره انه يسلم القضيه لفرحان في 48 ساعه حيت عرفوه فقد الذاكره. ديف خرج وتبعوا فرحان وسولوا فين ماشي. ديف قال له ما تنساش راه باقي 48 ساعه. مشى جبد الادله، شعل واحد الكارو وبقى كيتامل فيهم حتى كيدق عليه شي واحد، لقاها واحد البنت اللي بطبيعه الحال ما عقلش عليها. قالت ليه تهلا في راسك، داك السر غيبقى بيناتنا. ديف تصدم وهو يدخلها وعقلوا على هاد الدريه حيت غادي نجبدوها في بقيه الاحداث، ودخلها باش يعرف شنو هو هاد السر اللي سمعت واللي بكل تاكيد غيعرفوا به شكون هو القاتل. من بعد ساعه بالضبط ديف كنشوفوه هز واحد الملف ومتوجه لعند فرحان وقال ليه تحلات القضيه وعرفنا شكون هو القاتل. سولو فرحان شكون، قال ليه شكون، كيفاش، علاش،
كلشي غتلقاه في هذا الملف. الصفحه الاخيره انت اللي غادي تعمرها فرحان، زعما فرحان يكون هو اللي دارها. فرحان بقى كيقرا في الملف وحنا غنخليوه يقرا في الملف وغنرجعوا فلاش باك باش نعرفوا الحقيقه. وعرفنا انه كان واحد الخائن بيناتهم اللي كان كيوصل الهضره للبراب، داك المجرم اللي قتلو ديف في الاول قبل كل عمليه باش يهرب. من بعد كنشوفوا راهول كيهضر مع ديف وفكروا في واحد المجرم اللي واخا مات لاكار ديالو مازال خدامه، كان كيعيط شي واحد منها البراب قبل كل عمليه مداهمه باش يهرب. اذا بكل تاكيد غادي يطلع شي واحد بيناتهم هو اللي كيخونهم. وقال ليه فين كنتي في 5 ديسمبر مع الساعه 6:30 و17 فبراير مع 6:30 و29 مارس مع الوحده؟ لا عرفتي شنو انا نقول لك، كنتي في نفق باريل، نفس البلاصه اللي تلقى منها براب المكالمه باش يقدر يهرب. وقلبت في التواريخ بثلاثه ولكن لقيتك انت الاسم المشترك اللي فيهم بثلاثه، زائد انت بوحدك اللي كنت كتعرف المعلومات السريه ديال عمليه براب. حتى من البقيه اللي عندهم المعلومات ما كانوش في ذوك البلايص. واش انت هو المخبر؟ ديف شاف فيه وقال ليه خدمه نقيه ما عليكش. راهول سخط قال لي علاش بالضبط كنت كتخدع فينا بحال هكا. ديف قال له منين كنت صغير براب قدر يعاونني وخلص عليا المصاريف ديال الطبيب. راهول تعصب وخرج وكنشوفوا ان هاد الدريه سمعت كل شيء وبلا شك عقلتو عليها، فهي اللي دقت على ديف وقالت ليه سرك في امان. ومن بعدها قتل راهول حيت كان باغي يفرشو نهار الحفل، قدر يقتلو بواحد السلاح اللي كيتحكم به عن بعد. ولكن المفاجاه منين شاف الخطاب ديال راهول اللي كانت مسجله خطيبته اللي وراتو لديف باش تبين ليه انه شحال كان راهول كيفتخر به وباش تعطيه تحفيز انه يلقى القاتل، عرف ان راهول في الخطاب ديالو كان غيقول الحقيقه ان ديف هو اللي قتل براب وغادي يعطيه جائزه الشجاعه. ديف ندم وبغى يسلم راسو، وهي فين كان جاي وعيط الفرحان وقال ليه انه لقى القاتل وقع اللي وقع. رجعوا للوقت الحاضر اللي كنشوفوا ديف كيقول فرحان دابا قدرت تعرف الحقيقه. راهول عرفني انني انا المخبر، زائد الكاميرا اللي مستحيل تبين القناص هابط من المبنى، زائد السلاح اللي تحكمت به عن بعد، كاع اللي سدو ديف من ادله في وجه الشرطه قدرت نكشفه. واخا كنت عارفني انني القاتل خليتيني نحقق ونجبد كاع الادله اللي ما كانش غادي يقدر حتى بوليسي يعرفها. وباش تفهموا فديف عرف ان فرحان تلاعب بنتائج التحقيق. قدر ديف يوصل للمكالمات اللي دازت بيناتهم قبل الحديث ولقى راسو اعترف بانه هو القاتل لفرحان. فرحان قال لي انا فخور بك واعتقله. دازت 6 شهور وبالضبط في الحبس وكنشوفوا المساجين في الاستراحه، ولكن واحد المجموعه ما ملتزماش كيتكيفوا ما على بالهم. شافهم واحد المسؤول مشى باش يدوي معاهم، قال لي منين جبتي هاد الكارو؟ منين جبتي هاد الكارو؟ هاك الشرطه شافوهم بغاو يدخلوا، ولكن المساجين الاخرين دخلوا في الشباك معاهم. وشكون غادي يبان؟ بيفا العشران اللي كيبان انه رجعت ليه الذاكره. شد واحد الهراوه وبقى كيمل الخليه في عباد الله. هاك شد خونا اللي ضرب البوليسي جا قاصدو وهو يتكي بواحد الطنطينه وخدا ليه الكارو وهو يسالي الفيلم. بصراحه تصدمت من النهايه ديال هذا الفيلم، تقريبا اول فيلم كيدير لي هذا الشوك بطبيعه الحال، تقريبا حتى شي واحد ما كان متوقعها. سميت الفيلم الدراري ديفا 2025. ما تنساوش واحد لايك وكومنت واشتراك، ونتلاقاو في ملخص جديد.